معشر الشباب عدنا للأمجاد إنه ركب البطولة. عيشوا أحرارا. هناك نوعين من الأعمال، أعمال حرة وأعمال عبدة. موظف عبد. من هو العبد؟ في الزمن السابق العبد هو شخص يملك شخص آخر يتحكم به. ممنوع العبد يدخل ويخرج إلا بإذن سيده، ممنوع يسافر إلا بإذن سيده، ممنوع يصدر قرار ولا يتصرف إلا بإذن سيده، وسيده يعطي شوية فتات يعيش عليه. في السابق يسمونهم عبيد، الآن يسمونهم موظفين. هل يستطيع الموظف أن يدخل ويخرج بدون إذن سيده؟ هل يستطيع أن يسافر بدون إذن سيده؟ هل يستطيع اتخاذ أي قرار بدون إذن سيده؟ والمبلغ اللي يعطونكم عليه يعطوكم إياه في نهاية الشهر هل يسوى عقولكم وتدريبكم ودراستكم كل هذه السنين؟ إذن هي عبودية. فإذا لا تفكروا في الوظيفة. الوظيفة اعتبروها فترة تدريب. ما في مانع واحد ياخذ وظيفة 3-5 سنوات يتدرب، اعتبرها تدريب. اعملوا لكم مشاريع. الذي ينهض بكم وينهض بأسركم وينهض بكل البلد هو القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. وهذا مبدأ أساسي في كل البلاد في كل مكان. عندما يكون الناس منتجين وليسوا عالة على الدولة عندها يكون إنتاج حقيقي. ففكروا في الإنتاجية، فكروا في العطاء.